مبروك طبعا للنادي المصري وجماهيره، مكسب اكيد مهم جدا على حساب فرقه كبيره وفرقه تقيله بحجم نادي الزمالك، ماشيه بخطى كويسه قوي الفتره الاخيره وعندها انتصارات متتاليه رغم ان هم ما كانوش في حالتهم الطبيعيه اثناء المباراه، لكن هو ده حال الكوره. يعني انت بتستغل الحاله الفنيه اللي بيكون موجود عليها المنافس وبتستغل الاخطاء وبتقدر ان انت تخطف الثلاث نقط. وهي الكوره كده، ان انت بتلعب على اخطاء المنافسين سواء لعيبه او مدربين او حاله عامه بالنسبه للفرقه. وكان مهم جدا بالنسبه لك كفرقه ان انت تغير الانطباع بتاعك عند الجمهور، لان البدايه بتاعتك ما كانتش كويسه، وفي ظل ان انت كل المواجهات المباشره بتاعتك قدام الفرق الثقيله اللي المفروض ان هي تكون محل تقييم بالنسبه لك انت ما نجحتش من خلالها. خسرت قدام النادي الاهلي في بدايه السيزون بنتيجه كبيره، ثم بعد ذلك قدام بيراميدز برضو نفس الكلام، وبعدها مباشره خسرت قدام البنك الاهلي برضو بنتيجه كبيره، رغم ان البنك الاهلي النهارده تقريبا لعب حوالي 9 ماتشات ما كسبش غير ماتش النادي المصري فقط لا غير. وبدات ان انت تضغط نفسك، فكان مهم جدا ان انت تستعيد قوتك مره اخرى. مش هقول لك ان المباراه بالنسبه للنادي المصري ما كانش فيها اخطاء، لا، ما فيش مباراه في العالم ما فيهاش اخطاء في الملعب، كان في اخطاء كتيره، وتحديدا قبل ما النادي المصري يسجل الهدف الاول عن طريق غلاس قناوي، او قبل ما النادي المصري يضيع ضربه الجزاء تحديدا بتاعه الياس الجلاصي. النادي المصري كان عنده مشاكل بالذات في نص الملعب، الثلاثه اللي بيلعبوا في نص الملعب دي مشاكل معتاده اتكلمنا عليها كتير الفتره الاخيره، ان الثلاثه بتوع نص الملعب دايما بيلعبوا على خط واحد ودايما شاغلين بالهم ان هم عايزين الكره في رجليهم، وده بيخلي النادي المصري وهو بيحضر على طول ان هو بيحضر بحوالي 6 7 لعيبه، وده بيساعد اي فرقه بتلعب قدامك ان هو يطلع يضغط عليك ويلعبك في نص ملعبك، وده بيسبب لك مشكله. عشان كده تبص اول مثلا 20 او 30 دقيقه من المباراه كميه ميس باص في نص الملعب غير طبيعيه، اذا كان بقى ايزي ايميكا او محمود حماده او الياس الجلاصي او ايا كان، وما كنتش حاسس بالخطوره بتاعه غلاس قناوي ولا حتى ميدو جابر ولا فخر الدين بن يوسف، رغم ان هم كانوا عاملين مجهود بدني غير طبيعي، لكن كان في التزام من اللعيبه، وتحديدا رباعي خط الظهر بقى المحمدي بقى واحمد ايمن منصور مع باكين الطرف سواء بقى كريم العراقي او عمرو سعداوي ومحمود جاد، كان في تنظيم كويس قوي. وكان مهم اكتر ان انت كفريق قدرت تتدارك الاخطاء بتاعتك الشوط الثاني، وتحديدا بعد احراز الهدف بتاع غلاس قناوي جالك في توقيت نموذج ان انت قبل ما الشوط الاول بيخلص بتسجل هدف وبتركب المباراه وبتضغط نادي الزمالك، لان نادي الزمالك فرقه تقيله وفرقه كبيره مش هيقبل ان هو يخسر ولا هيقبل ان هو يتعادل، وان هو بيلعب على بطوله، فبالتالي هينزل يبقى عنده اندفاعات هجوميه زي ما شفنا الشوط الثاني. ومن خلال طبعا القياده الفنيه بتاع الكابتن معتمد، انا شايف ان ما كانتش في افضل حالاتها سواء بقى على مستوى التشكيل او على مستوى التغييرات بتاعته. ده ساعد النادي المصري ان النادي المصري يقدر يخطف الماتش بشكل كويس، بجانب ان توظيف اللعيبه في المباراه وتغيير طريقه اللعب في بعض الاوقات اثناء الجيم ده فرق معاك كتير، ان انت بدات تشوف الحريه بتاعت غلاس قناوي في الملعب، بدات تشوف جبهات عن طريق بقى ميدو جابر، عن طريق محمود حماده لما بيميل عليه، عن طريق كريم العراقي لما بيطلع، عن طريق فخر الدين بن يوسف لما بيتحرك في ظهر الناس، عن طريق الياس الجلاصي لما بدا خلاص يفضي دماغه من ان هو ينزل يستلم في نص ملعبه ويستلم في ظهر لعيبه نص الملعب سواء دونجا او رؤى او ما بين السنتر باكات وما بين نص الملعب، دي بتسبب مشكله غير طبيعيه، ودي اللي خلت النادي المصري الشوط الثاني يخطف الجيم من الزمالك ويستحوذ على تقريبا حيثيات المباراه، ان لم يكن ممكن مثلا شويه ان المصري عمل تغييرات غلط في بعض التوقيتات كده في الاخر رجعت الزمالك تاني وخلت الزمالك هو اللي ضاغط، وده طبيعي جدا ان انت بتلعب برضو قدام فرقه مش قليله. المكسب في النهايه حتى لو انت عندك اخطاء او عندك مشاكل هيغطي على اي حاجه، خصوصا لما يكون مكسب على فرقه كبيره بحجم نادي الزمالك. فمبروك للنادي المصري وجماهير النادي المصري ومجلس اداره النادي المصري مستر كامل ابو علي، وكل التوفيق طبعا لكابتن علي ماهر.